يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. معلش الترند ده اخر شويه، انا عاملاه من فتره، بس بجد عايزه اقول لكم السحله اللي انا فيها مش مخلياني، انا مسحوله فعلا بجد في الدراسه، مش مخلياني بجد ان انا كنت اقدمه في وقته. طبعا عملنا مع بعض كيكه الفادج كتير جدا، هسيب لكم اللينكات اللي انا عملتها سواء ببيضه واحده او 4 بيضات، وليكي حريه الاختيار تعملي فيها. نبدا دلوقتي بقى نعمل مع بعض الجناش بتاع الشوكليت. عندي كوبايه من اللبن السخن، هنزل عليها ب 400 جرام من الشوكليت الحليب، ومعايا علبة قشطة اختيارية براحتك، بس هي فعلا بتعزز الطعم جدا جدا جدا. انا جبت علبة قشطة عادية جدا من اي سوبر ماركت، تقدري تستخدمي بوك، تقدري تستخدمي اي نوع انتي بتفضليه. تمام، هنزل بيه بالشكل ده عشان اعمل طبقة الجناش الشوكليت. تمام، عشان طبعا احنا عندنا كيكة الترند بتاعنا النهاردة اللي هي مسمينها الفزعة. هي طبعا ليها ده ترند بلبن، انما هي اسمها الاصلي ماتيلدا كيك. طبقات من اللذاذة مع بعض، طبقات من كيكة شوكليت مع جناش الشوكليت. دلوقتي بقى انا زي ما انتم شايفين كده بقلب الجناش بتاعي وبالراحة خالص، مفيش اي مشكلة. هفضل اقلب لحد لما الخليط كله يتجانس مع بعضه والشوكولاتة عندي تدوب تماما 100%، علشان خاطر احصل على جناش شوكولاتة زي ما هتشوفوه بعد شوية كده من التقليب المستمر. ده النتيجة بتاعتي، شايفين حلو جدا جدا. طبعا انا كده هسيب الجناش بتاعي يبرد، وبعد كده هبدأ اشتغل في الكيك بتاعي. عندي بقى اي قالب نفس الشكل، انا استخدمت قالب الانجليش كيك، تقدري تستخدمي اي علب متوفرة عندك، مفيش اي مشكلة. انا حبيت بس اخد نفس الشكل بتاع العلب بلبن او الترند اللي نزل. تمام كده، هحط بقى كده طبقة من الكيك بتاعي بالراحة كده. طبعا انا عندي الكيك طبعا عادي، لو لقيتيه ان هو في فراغ عادي هناخد شريحة من الكيك تاني وهنضيفها جنبه، مفيش اي مشكلة، زي ما هتشوفوا بالظبط في الفيديو او في الخطوة اللي هتتعمل دلوقتي. هحط عادي شريحة كيك جنبها، مفيش اي مشكلة، بمنتهى السلاسة. حطيت بقى شريحة كيك، وعندي خليط التسقية، خدت معلقتين كبار من او ربع كوباية من الجناش اللي عندي، عليه نص كوباية من المية، وقلبتهم كويس جدا. خلاص الجناش عندي اهو كان برد. هبدأ بقى انزل بطبقة محترمة جدا بعد ما سقيت الكيك بتاعي. تمام كده بالطريقة دي. شايفين قد ايه الجناش سلس وحلو جدا بجد، عايز اقولك طعمه رهيب، والكيكه فعلا بجد طعمها حلو جدا. مش بتجزع خالص معانا. للناس بقى اللي دقت الترند وقالت ان هي بتجزع، انا بصراحه بالنسبه لي الكيكه او الوصفه اللي انا عملتها لا، بجد السكر بتاعها مظبوط ومش بتجزع معانا خالص. هغطي بقى طبقه الكيك بالطريقه دي كده زي ما انتوا شايفين كده. الجناش بتاعي هنزل بيه واغطي طبقة محترمة كده، وهبدأ انزل بطبقة تانية من الكيك. طبعا انا هنا لقيت فيه بعض الاماكن محتاجة جناش، زودت لها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وبعتذر مرة تانية للتأخير بتاع الترند، بجد انا في كام ترند انا فعلا عاملاهم، بس دي الوقت فعلا ان انا مش لاقية وقت امنتج حتى الفيديو. بجد بتضايق قوي، بس بحب طبعا اشارككم حتى ولو متاخر عشان اعرف رايكم لما تعملوا الوصفه بطريقتي. هنزل زي ما انتم شايفين اهو بطبقه الكيك، برضو زي ما قلت لك مفيش اي مشكله ان انتي تزودي شريحه زي اهو. تمام كده. في المكان الفاضي تقدري تعمليها في حجم اصغر، برضو مفيش اي مشكله. هتشوفوا بقى برضو هنمشي نفس الخطوات بنفس التكنيك اللي فات. الكيكه عندي عايزه اقول لك هشه جدا جدا. انا لما جيت اعمل الكيكه الفudge، للاسف بصراحه ما لقيتش عندي الا بيضه واحده بس في التلاجة، فكنت فعلا عايزه اعمل الترند، فعملت الفudge ببيضه واحده، فهو هش جدا بجد. وعملته مع بعض قبل كده التورتايه معاكم، وعملناه برضو ترندات بلبن. هسقي برضو الكيك بنفس الطريقه، وانزل بطبقه من الجلاش. لو انت حابه بقى الكيكه تبقى متماسكه معاكي شويه وكمان تقدري تتحكمي فيها اكتر، نعمل الجناش اللي بعتذر نعمل كيكه الفudge اللي بيه 4 بيضات. وهسيب لك المقادير بتاعه ال4 بيضات ومقادير البيضه، وليكي حريه الاختيار. وكمان هسيب لك لينكات الحلقات اللي عملنا فيها الجناش مع بعض
انا بس ما حبيتش اطول الفيديو زياده، فعملت بعتذر، عملت الفادج، وهسيب لك اللينكات بتاعت حلقات الفادج اللي عملناها سواء بالبيضه او بالاربع بيضات. فبعتذر اذا كنت كل ما اجي اقول الفادج اقول جناش، فمفيش مشكله، هما الاتنين شوكليت. بس طبعا انتوا عارفين انا اقصد ايه. اخر بقى طبقه من الكيك طبعا، هو بيبقى 3 طبقات، تقدري انتي تعملي طبقتين براحتك، بس هو فعلا 3 طبقات بقى من اللذاذه زي ما بيقولوا، مع الصوص الشوكليت اللي احنا عاملينه او جناش الشوكليت اللي احنا عاملينه بجد رهيب. وطبعا مش عايزه اقول ان الشوكليت اللي بالحليب طبعا بتديله طعم جامد، والقشطه بتديله تيست حلوه قوي. فكرة يا جماعه، علبه القشطه دي مش غاليه، بجد هي رخيصه تقريبا ب20 جنيه. فدي قشطه عاديه، معلبه من بره، جميله جدا، انا بستخدمها في كذا حاجه. بجد حلوه قوي. لو انت مثلا بوك غاليه عليكي، هي بوك فعلا غاليه، وفي كذا نوع تاني طبعا، بس انا اللي كنت بستخدمه بصراحه بوك. فلو انت حاسه ان هي غاليه او اي قشطه تانية غاليه، ممكن تستخدمي العلب دي، تحفه جدا جدا ورخيصه. حطيت الطبقه الثالثه بقى بنفس الطريقه برضو كده. هحط الفينش النهائي ان انا احط طبقه من اسقي الكيك بتاعي، وطبعا لازم الكيكه بتاعتي تتسقى تمام كده. هسقيها بالخليط التسقيه زي ما قلت لك. خدت ربع كوبايه من الجناش على نص كوبايه من الميه. تقدري تعملي لبن وفي قلبيه معلقه نسكويك او شوكليت او بديل النوتيلا، وتدوبيهم وتسقيه برضو لو انت عايزه ان الكيكه تبقى دسمه اكتر. بس بجد الجناش مع الميه او النوتيلا مع الميه حلو جدا. وان شاء الله باذن الله قريب هنزلك بالترند بتاع البديل اللي طلع على السوشيال ميديا، اللي هو بديل الشوكليت النوتيلا اللي هي شوكليت بالبسكويت. انا عملته بجد، وبرده للاسف لسه ما سجلتوش وما عملتش المونتاج بتاعه. فان شاء الله باذن الله هنزل لك برده، همنتجه وانزله لك برده، رغم ان انا عارفه برده ان الترند انا اخرت فيه. بس بجد يا جماعه اعذروني على اي ترند انا فعلا باخر فيه، انا بعمل الترند وبس، هي ضغطه الدراسه والدروس بجد مخلياني مش عارفه ابص جنبي، فاعذروني. بس انا فعلا بحب اشارككم بكل الجديد اللي بينزل، وان شاء الله باذن الله كل الترندات اللي نزلت او معظمها ان شاء الله انا قدمتها معاكم، وباذن الله برضو هقدمها لكم. اي ترند هينزل ان شاء الله باذن الله هديله هزه بقى كده بسيطه، وهمسح بقى اي حاجه. عندي بقى البسكوت، طبعا انا هنا مستخدمه بسكوت ده بالشوكليت، ده بديل الاوريو، انا ما جبتش اوريو. وطبعا حبيت الطعم يبقى احلى شويه كمان، فجبته اللي هو محشي بالشوكليت. الكيس ده ب5 جنيه، انا خدت 2 باكت. هبدأ بقى كده عشان بقى يبقى الطعم القرمشة على الوش حلو، بكسره وبفتفته كده في قلب الكيس وزي ما انتوا شايفين. ولو في حتة يعني مش متفتفتة برضو بكسرها بايدي عادي، وهحط طبقة كده حلوة من البسكويت ده على وش الكيكه بتاعتي، بتدي قرمشه رهيبه. وطبعا هو في الترند بيبقى حاطين طبقه كرانشي، ممكن تكون كيك، ممكن تكون بسكوي برضو. فلازم نحط طبقه بقى كده كرانشي من على الوش. فانا زي ما قلت لك البسكوي ده طعمه حلو جدا ومش غالي، وطبعا مش مقاطعه، فاحنا استخدمناه اهو عشان الناس اللي مش بتحب تستخدم حاجه مقاطعه، فيبقى عندنا البديل بتاع بسكوت الاوريو تمام كده. حطيت بقى طبقه محترمه بالشكل ده، وهبدا بقى اسيبه في التلاجة لمده 10 دقايق، وبعد كده اقدمه. ده شكل الطاجن بتاعي بقى او كيكه الفزعه بتاعتي بعد ما سبتها شويه. هبدا بقى اقدمها. طبعا في ناس كتير هتلاحظ ان في اختلاف من المطبخ للمطبخ، او الرخامه الكاونتر بتاع المطبخ للكاونتر. انا بعد ما عملت الكيكه دي بصراحه ما حبيتش اكلها لوحدي، وحبيت اكلها مع والدتي. ففي نفس اليوم بقى بالليل رحت عندها وخدتها معايا وقطعتها عندها، فعشان كده في اختلاف في الكاونتر بتاع المطبخ. بجد عايزه اقولك الكيكه طعمها تحفه، بس فطبعا ما ينفعش ناكل حاجه من غير ست الحبايب. شايفين بقى طلعناها ازاي، والشوكليت غرقان وهي غرقانه، تحفه يا جماعه بجد طعمها رهيب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انت استفدتي مني النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ولو اول مره بتشوفي القناه، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن، تعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.